القطة طلعت على كتفه عشان تحس بالأمان، كأنها سمعت صوت من الجنة وهو بيقرأ القرآن. مشهد مؤثر وثقته الكاميرات في المسجد، مش هتصدق اللي عملته القطة مع الإمام. مقطع فيديو انتشر في الساعات اللي فاتت لإمام مسجد كان بيؤم المصلين في صلاة التراويح. فجأة جت قطة كانت موجودة في المسجد، بدأت إنها تطلع على إيد الإمام وتفضل حضناه أو مش راضية تسيبه. المثير في الفيديو هي حالة الثبات اللي كانت على الإمام، واللي ما حاولش إنه يبعد القطة عنه أو يحس بارتباك، لكن كمل في صلاته بشكل طبيعي. وبالعكس احتضن القطة وخاف عليها من الأذى أو من إنها تقع من على إيده. الفيديو حقق انتشار كبير على منصات التواصل، في مشهد وصفه رواد التواصل الاجتماعي بإنه من أجمل المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك، وإن الأمان اللي كان ظاهرة فيه القطة وإحساسها والإمام ماسكها بيدل قد إيه على الرحمة والود والعمل الصالح. طبيب القلب الشهير جمال شعبان علق على الواقعة ونشر صور الإمام وهو حامل القطة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها وقال يمكن الرحمة اللي تعامل بيها الإمام مع القطة دي هي سبب نجاته، وإن ربنا يرحمه يوم القيامة. وجت تعليقاتهم على المشهد: الكل في حضرة الله آمن، ما شاء الله جميل، القط لا يقترب، الأمن يحس منه بأمان تام. الفكرة جميلة مدى تقوى الشيخ وثباته الانفعالي وتركيزه في القراية. لولا هذا الثبات لدفع القطة بعيدا وارتبك واضطربت وقد يخاف أن تؤذيه، لكن هو مع الله. مشهد عملي عفوي بسيط يتعلم الناس منه أفضل من ساعات وعظ وخطابة. الدين المعاملة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. حتى القطة تأنس لسماع القرآن الكريم. بحسب المصلين اللي كانوا موجودين وقت الواقعة دي، قالوا إنها من المرات القليلة اللي تحصل فيها الواقعة دي، وإن المسجد ما كانش ظاهر فيه القطة دي قبل كده، يمكن كانت موجودة في جنبات المسجد، وإن في اليوم ده كان الإمام بيتلو القرآن الكريم في صلاة التراويح بصوت مؤثر وفي خشوع يلمس قلبك، لأن القطة دي ظهرت وجت عند الإمام وطلعت على إيده زي ما ظهر في الصور، وكأنها كانت بتأنس بسماع صوت الإمام، وكانت حاسة بالأمان والثبات والراحة، لأنها في الأول والآخر روح، وأكيد أرادت إنها تكون جنب الإمام وهو بيقرأ القرآن. وقال برضو عدد من المتواجدين في الواقعة إن القطة فضلت على إيد الإمام لحد ما بدأ يركع ويسجد، وإنها فضلت كمان في المسجد ما سابتهوش ومشيت لحد ما خلصنا صلاة. ولما سألنا الإمام ليه ما حاولش يبعدها لما كانت على إيده، قال الراحمون يرحمهم الله، وإن لو كان عمل أي حركة غير كده كان هيشتت المصلين اللي وراه، لكن ده كان رد الفعل الأنسب ليه في الواقعة، وإنه حاول يضم القطة بالشكل الإنساني اللي ظهر في الصور المنتشرة دي، وكمان يحافظ على تركيزه في الصلاة ويتم قراءة القرآن بشكل صحيح.